السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مطبخ إيمان جنيدي. النهاردة الفيديو بتاع النهاردة ولا تصوير أكل ولا ريفيو على أي حاجة خالص. النهاردة هنتكلم على موضوع المقاطعة. ومبدئيا عشان طبعا الناس ما تفهمنيش غلط، إن أنا أصلا أنا مش ضد المقاطعة، يعني انا شخصيا مش ضد المقاطعه، بس انا لفت نظري حاجه مهمه قوي. العماله اللي هي بتتفنش من الشغل، بتمشي، ان اللي عقدهم بيتلغي، ان الناس اللي هي شغاله كده بتتلغى. طبعا في ناس كتير جدا مسؤوله وعندها بيوت وعندها اسر والكلام ده كله، فلازم يبقى لها فيها حل. انا مش ضد المقاطعه عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، انا مش ضد المقاطعه، بس كمان الشباب والرجاله اللي هي مسؤوله عن بيوت لازم كمان يوضع لها حل، اللي هتسيب شغلها لان كده البطاله هتزيد. انا النهارده بتكلم على بعض الشركات اللي كانت موجوده في السوق. وكان في الشركات اللي هي المضادة بتاعتها اللي احنا كلنا كمصريين كنا بنستعملها. الشركات دي دلوقتي اصبحت بقى لها اسم في السوق بعد المقاطعة. طب ليه الشركات دي ما تفتحش باب توظيف للشباب، زي يعوضهم الخسارة اللي هيخسروها؟ انت النهارده بسم الله ما شاء الله، بدون ذكر اسامي شركات معينه، الانتاج بتاعها بقى من 120% من بعد ما كان 10%. يعني انت النهارده الحمد لله رب العالمين، الدنيا بقت احسن. حضرتك ليك صاحب شركه، ليه ما تفتحش باب تقديم للشباب ده؟ الشباب ده هيعمل ايه؟ المطاعم، في مطاعم كمان سورية موجودة، ليه ما ياخدش المصريين يشتغلوا في الناس اللي هي كانت شغالة في شركات تانية زي ماكدونالدز وزي، يعني بدون ذكر اسماء شركات معينة. ليه الناس دي ما تشتغلش؟ الناس دي لازم يبقى لها دخل، ليها تحس عشان الناس ما تيأسش من موضوع المقاطعة. لا، انا مع المقاطعة، وبقولها للمرة المليون، انا مع المقاطعة. بس المقاطعة انا ما صلحش حاجة وبوظ حاجة تانية. لازم الناس دي يا جماعة يتوضع لها حل. لازم اصحاب الشركات، كل الشركات المصرية 100% المفروض تفتح باب توظيف للشباب للناس اللي هي يعني اتقطع عيشها بسبب موضوع المقاطعة. هو ده اللي انا بتكلم فيه كمضمون في الموضوع لكن انا شخصيا انا طبعا مع المقاطعة قلبا وقالبا. انا فعلا في منتجات، كل المنتجات اللي موجودة انا عملت لها مقاطعة تماما. طبعا انتوا مش محتاجين اقول لكم ان الفيديو ده مهم جدا، مهم لناس كتير جدا. يا ريت حضراتكم كلكم تعملوا له شير ومشاركة على اساس ينتشر في جميع، يوصل للناس اصحاب الشركات، يقدروا يساعدوا الشباب اتمنى طبعا ان كلامي يوصل او رأيي الشخصي يوصل لبعض الناس. انا مش عارفة، انا فعلا صعبان عليا الشباب اللي هي فعلا بتمشي وبتسيب الشغل وعليها مسؤوليات وعليها حاجات كتير، ورجاله فاتحه بيوت والكلام ده كله. اتمنى ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. ما تنسوش لايك وشير للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.